بعد كده هنتنقل للمودز بتاعت الاي ام اس اللي هي الالكتريكال ماسل ستيميوليشن. الالكتريكال ماسل ستيميوليشن بتستعمل في اجهزه كتير للاشاره لان انا بستعمل اي الكتريكال كارنت ان انا اعمل ستيميوليشن لان انرفيتد ماسل، يعني عضله شغاله، عضله طبيعيه جدا، مفيش فيها عندها اي نيرف ليجن، مفيش لور موتور ليجن. بس بعض المصطلحات الحديثه والمراجع الحديثه تقول لك الالكتريكال ماسل ستيميوليشن هو ستيميوليشن للدينرفيتد ماسل، بس ما زال المصطلح ده منتشر زي ما اجهزه الافري واي كده بتستعمله للاشاره للستيميوليشن اوف انرفيتد ماسل، رغم ان هو حديثا بيستعمل للدينرفيتد ماسل. بس عادي، مش هتفرق معانا في اي حاجه خالص. السي مود عندنا هنا هو معناه كونستانت مود، وهو بالظبط زي الان مود في التنس، مفيش اي فرق لان نوع الموجه واحد، يعني الويف فورم هو زي ما احنا قلنا كده هو باي فيزيك كارنت وهو اسيمتريكال سكوير بالسز، مفيش قطب سالب ولا موجب، هو نفسه اللي بيطلع في التنس، هو نفسه بالظبط اللي بيطلع في الاي ام اس. فالان النورمال هو ان هو تيار كونتينوس مفيش فيه لا اون ولا اوف تايم، وبالتالي هنلاقي فيه الريت والبلس ويتس بس. هو نفسه بالظبط السي هنلاقي برضو ما بيطلعش منه الا البلس ويتس والريت، فالسي بالظبط هو الان. يعني لو حضرتك عايز تظبط تنس على السي هتعرف، لو حضرتك عايز تظبط نيورو ماسكولار الكتريكال ستيميشن او اي ام اس على الان هتعرف، مش هتفرق معانا في حاجه. هو المهم ان هو مود كونتينوس مفيش فيه اون ولا اوف تايم ولا رامبنج. طيب بعد كده عندنا مود اسمه الاس اللي هو السنكرونس مود، والسنكرونس مود ده هو ان هو بيشغل الفور تشانلز مع بعض. يعني لو انا اشتغلت دلوقتي هتلاقي ان الفور تشانلز شغالين مع بعض في وقت واحد، ساعة ما هنبص نلاقي الأربعة بينوروا مع بعض، وبالتالي ده لو انت حضرتك عايز تشغل الأربعة تشانل مع بعض يشتغلوا في نفس الوقت ويطفوا في نفس الوقت، يبقى الاس مود ده هو المناسب. طب الاي مود بيعمل ايه؟ بيشغل قناة واحد مع قناة تلاتة الأول، وبعد ما يخلصهم هيطفهم وتشتغل قناة 2 في قناة 4. يعني الايه هو اختصار لالترنيتنج مود، بمعنى ان قناتين بيشتغلوا وبعدين يطفوا وبعدين القناتين اللي بعدهم يشتغلوا ويطفوا، 1 و3 ثم 2 و4. طيب بعد كده البارامترز اللي بنقدر نتحكم فيها زي ما قلنا هي الرامب، ان الشتات تزيد تدريجي وتقل تدريجي، واخرنا 8. وبعد كده عندي الاون تايم هنلاقيه زاد للضعف اوتوماتيك، زي ما انا قلت ما ينفعش ان الاون تايم يقل عن الرامب، لكن ممكن يبقى نفس الضعف 2 في 8 ب 16 او ازيد، لان دايما الرامب محطوط ضمن الاون تايم. وبعدين الاوف تايم، وبعدين الويتس. اقدر اظبط على ده بقى التيارات بتاعه السترينسرنج عادي خالص، ان انا ببقى في المدى بتاع التيتانيك كونتراكشن زي ما احنا قلنا، اللي هو من 30 ل 50 هرتز، وبظبط الاون والاوف تايم على الاقل نسبه 1 ل1 او 1 ل2، وفي السترينسرنج بنفضل 1 ل5، اي استعمال تاني بيبقى 1 ل1 او 1 ل2. كده يبقى احنا اتكلمنا على كل المودز. عندي البي مود اللي هو البيرست تنس، بعد كده الان مود اللي بعرف اظبط عليه الهاي واللو تنس اللي هم الكونفنشنال والاكيبانكشر تنس، بعد كده الام مود والاس دي 1 والاس دي 2 بعرف اعمل منهم ميديوليشن لاي نوع من التنس عشان امنع الادابتيشن. بعد كده السي قلنا هو نفسه هو الان بالظبط اللي هو تيار كونتينوس مفيش فيه اي اون ولا اوف تايم ولا اي نوع من الميديوليشن خالص، عكس البي والام والاس دي 1 والاس دي 2. بعد كده الاس بيبدا بقى الاس والاي اللي هي السنكرونس مود والالترنيتنج مود يضيف لنا الاون والاوف تايم وبالتالي كمان الرامبنج، فالاس بيشغل الفور تشانلز مع بعض وهو ده اختصار السنكرونس، حاجه متزامنه. بعد كده عندي الاي مود بيشغل قناه 1 مع قناه 3 ثم قناه 2 مع قناه 4. كده احنا شرحنا كل حاجه في جهاز الافري واي تقريبا، ان احنا قلنا البلس بتاعتنا، قلنا الانتنسيتي، قلنا البلس ديوريشن، قلنا الرامب اب اند داون، قلنا الاون والاوف تايم، قلنا المودز المختلفه بتاعته ازاي اتحكم في كل واحد. اخر حاجه بيدي لحضرتك هنا التريتمنت تايم بتاعنا برضو ان انا اقدر اتحكم فيه، وبيوصل لحد ساعه كامله ممكن تظبطه او لحد اي وقت. ده معناه ان هو لا نهائي، ان هو يفضل شغال على طول لحد ما حضرتك اللي تيجي تفصل الجهاز، او بقى تختار اي دقيقه انت عايز ان انت تظبطها للجهاز، فاقصى حاجه هي ساعه، او ان هو يفضل مستمر على طول. زي ما قلنا الجهاز ممكن بيشتغل بالحجاره زي ما انا مشغله دلوقتي، او بيشتغل بجهاز شحن. بتقدر تشغل الأربعة شانلز عادي مع بعض على المريض، بس زي ما احنا شايفين كده المود بيكون موحد على كله، وكذلك البروتوكول بتاعك بيكون موحد على كله، ما تعرفش انت تشتغل كل قناة بروتوكول مختلف. دي تقريبا كل حاجة كنا حابين نعرفها عن جهاز الافري واي. لو حابين بقى ان احنا نرجع لاي بروتوكول، لاي استعمال من استعمالات الالكترون، نقدر نرجع للتكست بوكس، نقدر نرجع للابحاث المختلفة، هنلاقي فيها كل البروتوكولات اللي احنا عايزين نظبطها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.